تخيل دكتور ماسك عين بول مريض وبيحطها على لسانه. المشهد العبثي ده كانت الطريقه الوحيده لاكتشاف مرض السكر لحد بدايه القرن ال18، وده اللي خلى الطبيب الانجليزي توماس ويلز يسميه ميليتس او المرض اللي طعمه سكر. مع بدايه القرن ال19 ظهرت شرايط تحليل السكر عن طريق البول، وده خلانا نقدر نكتشف المرض بطريقه اسهل. بس فضل عندنا مشكلتين، اننا بنكتشف المرض متاخر جدا، وان احنا ما بنقدرش نحدد نسبه السكر في الدم قد ايه بالظبط. واتطورت الطرق والتحاليل لحد ما وصلنا حاليا لاكثر طريقه مستخدمه من اكثر من 800 مليون مريض سكر حوالين العالم، وهي شرايط تحليل السكر الرقميه. وهي عباره عن شريط فيه جلوكوز اوكسيديز انزيم بيتفاعل مع كميه السكر الموجوده في الدم، وبينتج عنه شحنات كهربائيه بيقراها الجهاز، وبيقدر يدينا رقم بيعبر عن نسبه السكر في الدم قد ايه. نفس الطريقه دي اتطورت لحد ما وصلنا لاجهزه السي جي ام اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات. بس مشكله الطريقه دي ان احنا بنقيس السكر عن طريق الدم، وده اللي بيخلي ليه صعوبات شويه. بس الابحاث والعلم ما وقفوش هنا. حاليا في اكتر من جامعه حوالين العالم بيطوروا طرق لقياس السكر عن طريق العرق، واللي بيبقى 1% من نسبته في الدم عن طريق مايكروفلودكس بتجمع العرق وبتقدر تحلل نسبه السكر الموجوده فيه، وبنستخدم فيها الالكتروكيميكال سنسور. المميز في الطريقه دي سهولتها، وان احنا نقدر ندمجها مع اجهزه كتير زي الساعات الذكيه، او نبقى ليها جهاز منفصل على الجسم. واللي عايزين ناكد عليه ان مرض السكر من الامراض اللي محتاجه متابعه طول الوقت، ومحتاجه رعايه من المريض نفسه ومن اللي حوالين المريض، لانه بيأثر على اجهزه الجسم تقريبا بالكامل. وتابعنا عشان تعرف المره الجايه ازاي تتجنب الاصابه بالسكر وتتحكم فيه لو لا قدر الله مصاب.